يا صباح الفل يا فل، يا صباح الورد يا ورد، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير، نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. نصلي على الحبيب قلبينا يطيب، صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده بقى يا ولاد الروتين بتاعنا روتين كله طاقه ايجابيه كله نشاط. تعالوا يا حلوين اما اقول لكم على قناه ما شاء الله عليها، اعرفكم عليها. قناه فاطمه بتقدم روتينات، بتقدم حلويات، بتقدم اكلات جميله. معاكم دلوقتي صاحبة القناة هتعرفكم على نفسها وعلى قناتها. السلام عليكم ورحمة الله. أنا فاطمة من قناة يوميات فاطمة. أتمنى طبعا أن انتوا تنوروني وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله بإذن الله قناتي تعجبكم. بقدم في قناتي روتين يومي، وبنقدم أحلى الأكلات وأحلى الحلويات هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. لو أول مرة هتجربيها إن شاء الله هتنجح معاكي وهتبقى جميلة جدا. بذكرك دايما إن احنا نصلي على النبي كتير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اتمنى طبعا تشتركوا في القناه وتنوروني، وشرف ليا وجودكم اخوات وحبايب. ربنا يديم المحبه، ربنا يسعدكم جميعا، واتمنى تكونوا معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله، في امان الله. اتمنى من كل قلبي انكم تروحوا لها القناه وكمان تشتركوا عندها وتفرحوها وتعرفوها ان انتوا رايحين من عند مميدو. بالتوفيق للجميع. طبعا انتوا عارفين هعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي يا جماعه هعمل كوبايه كابتشينو. الكابتشينو ده انا عاملاه عندي على القناه، اللي حابب يشوف الطريقه طبعا الطريقه موجوده عندي على القناه وعلى الصفحه. وانتوا عارفين يوم ما يكملش غير بكوبايه الكابتشينو الحلو بتاعنا اللي بيظبط ايه المزاج بتاعنا. تمام. اول حاجه كده حطيت معلقه كبيره من الكابتشينو، يعني معلقه ايه تملى العين كده عشان ايه تعمل لنا رغوه جميله. حطيت شويه ميه وكمان شويه حليب، وكمان ناخد السناك بتاعنا. انتوا عارفين السناك بتاعي باخده ازاي؟ باخد كوبايه نسكافيه او كوبايه كابتشينو وثلاث بلحات، لان طبعا انتوا عارفين البلح يعني بيدي طاقه وكمان بيدي نشاط. عشان انا بفطر متاخر، وعشان انا بفطر متاخر لازم اخد حاجه الصبح كده تقويني وتديني طاقه. عشان ايه؟ يعني ايه ما دخش او ما هبطش او الكلام ده زي ما انتوا عارفين. طبعا البلح ده يا جماعه ما فيش اي ضرر منه، ما فيش اي يعني خوف منه. ده سنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان طالما بتاخدي حاجه بسيطه وحاجه مش كتير ما فيش منه اي ضرر. ادعوا لي كمان وكمان يا جماعه ان ربنا يعيني ويقوينا على الرجيم، لان الحمد لله خسيت جدا جدا. يعني الف حمد وشكر لك يا رب ان الرجيم بتاعي بدون حرمان وكمان خسيت. النظام بتاعي يا جماعه ان احنا يعني بناكل كل حاجه بس بكميات بسيطه، وكمان احنا ماشيين على اسلوب حياه بنخس براحتنا، وكمان بناكل اللي نفسنا فيه، وكمان في الاخر انت بتاخدي نتيجه مرضيه الحمد لله. على كل حال ربنا يحرق دهوني ودهونكم يا رب. قولوا امين. الحمد لله على كل حال. بما اني النهارده هعمل محشي، فطبعا يوم المحشي ده انا ببدا فيه على طول، لان بسبك وبحضر حاجات فلازم المحشي تبداي فيه على طول. النهارده بقى يا ولاد هعمل المحشي، وهعمل النهارده كمان فرخه جنب المحشي على طريقه الله يرحمها، وعلى طريقه ستي ابويا الله يرحمها. يعني النهارده طريقه المحشي والفراخ اللي احنا هنعملها على طريقه الحبايب. اشتقنا والله اشتقنا الاكل زمان وحلاوه الزمان. والله النهارده الطريقه هتبقى بالظبط يا جماعه. وفعلا انا كلت المحشي البتنجان، النهارده هعمل محشي بتنجان، وكلت الفرخه. طبعا مش هاكل الفرخه كلها، يعني هاخد نيبي عادي خالص. والله يا جماعه لما اكلت حته الفرخه بتاعتي وكمان محشي البتنجان اكن اكلت اكل امي واكل ست الله يرحمها. بص بقى ريحه الاكل وانت بتعمليه بتشبعها على طول، يعني النفس والطعم هو بتاع اكل زمان. تعالوا بقى ايه ما اقول لكم انا عملت ايه عشان تكونوا عارفين كل حاجه. اول حاجه عشان تعملي محشي صح، انا قطعت حوالي 3 بصلات كبار تقطيع صغير، وبعد كده حطيت شويه زيت وحطيت حته سمنه. كانت امي وستي كانوا بيحطوا حته سمنه للمحشي، كانوا بيقولوا حته السمنه دي بتخلي المحشي طعمه جميل. انا عن نفسي بعمله بزيت، لكن النهارده انا عملته بطريقتهم. فعلا حته السمنه دي فرقت جدا في طعم المحشي، يعني ما شاء الله خلت المحشي طعمه جميل. بعد كده يا حلوين كان عندي طماطم في الفريزر طلعتها فكت، وكمان فرمت طماطم زياده يعني ايه عليها، لان المحشي بيحب الطماطم الكتير وبيحب الخضره الكتير وبيحب البصل الكتير. وكان عندي توم انا مفرزاه. طبعا طريقه التوم عندي على القناه، اللي حابب يشوف ايه الطريقه. هاخد كده ايه حوالي يعني نص معلقه صغيره او يعني ايه او معلقه صغيره من التوم على حسب ما انت بتحبي التوم. وبعد كده رحت عشان ابص على البصل، ما شاء الله اول ما يدخل كده ايه لونه يبقى احمر شويه بحط طبعا التوم عشان ايه يحمر شويه. بعد كده احط شويه فلفل اسود وكمون وكزبره عشان يتحمصوا تحميصه خفيفه كده. يعني التحميصه دي يا جماعه مع البصل والثوم بتدي للمحشي حاجه ايه، يعني حاجه تانية خالص. حاجه تانية ايه يا مميد؟ يعني ايه طعم تاني خالص يا جماعه. يعني ايه ما تركزوش معايا عشان انا بنسى.
بعد كده ايه حطيت الطماطم وحطيت كمان شويه ملح، وطبعا ما تغيبيش تحميصه التوابل كتير عشان ما تمررش، يعني ايه تحميصه خفيفه. نسيب الطماطم بتاعتنا تتسبك براحتها، وبعد كده ايه نشوف حاجه تانية. بس اهم حاجه تغطي الطماطم وهوي كده ايه الغطا شويه عشان البخار يطلع، لان طبعا انت لو سبت الطماطم مكشوفه هتطرطش على البوتاجاز وتبهدل الدنيا، وانا بصراحه بحب اطبخ على البوتاجاز ويكون ايه نضيف كده وبيلمع. بعد كده حلوين. طبعا الخلاط بتاعي لما بشتغل عليه لازم عينه نضيف، يعني امسحه كل مره وانضفه، وبعد كده ايه احطه مكانه. ندخل على الغاليه الخضره اللي احنا مش لاقيينها في السوق ابدا. يعني بقالي اسبوع عايزه اعمل محشي مش لاقيه خضره ابدا. اقول يا ولاد اعمل محشي ازاي يا ولاد من غير خضره؟ يعني هو ينفع يا ولاد؟ مش لاقيينها في البلد ولا في ضواحيها ولا في اي حته. تقولوش يا ولاد حصل لها انقراض؟ تخيلي يا ولاد انا جايبه ب25 جنيه خضره، اللي كنت بجيبها في الشتاء اللي فات الرابطه بجنيه. يعني الخضره دي كانت بتبوظ عندي في التلاجة والله العظيم من كتر ايه ما شاء الله ما هي كتير عندي. دلوقتي جايبه ب25 جنيه خضره، وكمان ايه الرابطه عامله زي ايه يعني فيها ايه عودين 2 بس، يعني الرابطه فيها عودين 2 بس. انا مش عارفه العودين دول هيعملوا ايه في المحشي، لان المحشي حلاوته في الخضره والقوطه والبصل، هو ده المحشي يا جماعه. فجبت ب25 جنيه خضره عشان المحشي بتاعنا. فقلت يلا مش مشكلة، غالية غالية بس احنا نلاقيها. لا دي هي غالية ومش لاقيينها كمان، يعني احنا مش لاقيينها بندور عليها اكننا بندور على حاجة مش موجودة. لا وفي واحدة في السوق قاعدة بتبيع كرنب وقاعدة بتبيع خضرة، فطبعا عشان تشتري خضرة منها لازم ايه تشتري منها كرنب. طب انا يا حاجة مش عايزة اعمل محشي كرنب، انا عندي بتنجان وعايزة اعمل محشي بتنجان. تقول لا هتاخدي خضرة هتاخدي كرنب. الله يهديك يا حاجة، الكرنب ب30 جنيه والبتنجان الكيلو ونص ب10، يعني ايه الارخص ليا طبعا ايه انا هشتريه. وكان عندي طبعا البتنجان. والله العظيم ناس قالت الكلام دي ليا، يعني ايه لازم عشان تاخدي الخضره تاخدي كرومبه معاها. شايفين كمان يعني اقول لك ايه، شايفين الناس يعني بيجبروك ان انت تاخدي كرومب كمان مع الخضره. يا حلولي يا حلولي يا حلولي يا حلولي يا ولاد، البياعين كمان هيجبرونا ان احنا ناخد كرومب. طب افرض انا ما بحبش الكرومب، او انا جوزي وعيالي ما بيحبوش ياكلوا محشي الكرومب، او انا مش عايزه اعمل محشي كرومب، يعني انت يا حاجه هتجبريني اخد كرومبه؟ طب افرض انا عايزه اعمل ممبار مثلا يعني هو كده. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟ الناس هتاكلنا على مزاجها، يعني الناس هتقول تاكلوا ايه ما تاكلوش ايه. ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ انا مش عارفه الدنيا دي هتودينا لحد فين. حتى البياعه الناس هتبيعها على مزاجها. انا مش عارفه بكره اما اروح اشتري مثلا اي حاجه تانية الراجل يقول لي او الست تقول لي لازم تاخدي ده. يا سلام يا سلام يا سلام، الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على كامل النور. وحياتكم عندي وغلاوتكم عندي لازرع الحته بتاعت اللي ورا كلها خضره وافرق على الجيران كلهم. انا كنت والله العظيم يا جماعه بزرعها وادي للجيران كلهم. بس احنا داخلين على الشتاء، والشتاء طبعا الخضره فيه كتير، بس برضه هزرع من بكره ان شاء الله، وبعد كده ايه تطلع براحتها. تعالوا نكمل المحشي بتاعنا. بعد كده يا حلوين قطعت الخضره بتاعتنا وغسلتها، لان غسلتها الاول وبعد كده قطعتها، وحطيت حوالي كده ايه كبشه او كبشتين اول ما تحسيها ان هي خلاص هتتسبك قوي. فانا بحب ايه احط كبشه او 2 عشان بتديها نفس وكمان بتديها طعم. وبعد كده غطيتها تاني عشان ايه تكمل تسبيكه. يلا على بعد على طول البتنجان بتاعنا. طبعا البتنجان ده انا كنت جايباه يعني ايه من كام يوم، قورناه وخليناه زي الفل. طبعا انتوا عارفين التقوير بتاعه سهل جدا، انت بتدبليه الاول بايديكي وبعد كده ايه بتقوريه وبتشطفيه كويس جدا تحت الحنفيه. طبعا يا جماعه البتنجان المشبح ده هو اللي موجود في السوق. انا عن نفسي انا بحب البتنجان الاسود اللي هو الاسود، لكن ما كانش موجود يومها اسود، فانا جبت ايه البتنجان المشبح ده. قلت يلا ايه كل يمشي. حطيت البتنجان في مصفى عشان لو في اي ميه الميه تنزل منه. يعني دي فرخه حوالي 2 كيلو او 2 كيلو وحاجه يعني في الحدود دي. طبعا انا غسلاها كويس جدا ومنقوعه في دقيق وملح وليمون، وبعد كده يا ولاد شطفتها كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه ايه تكتري الليمون في النقع عشان الليمون ده بيضيع اي ريحه زفاره. واهم حاجه تغسليها حوالي 3 4 5 مرات تحت الميه عشان اي زفاره اي حاجه تنزل، يعني تخليها زي الشهد عشان الشوربه تطلع ما شاء الله بتلمع وجميله. الله يرحمها كانت بتعمل ايه، وست الله يرحمها كانت بتشيل الدهن يا جماعه اللي بتبقى في الزلموكه بتاعه الفرخه كده وفي الرقبه، وكانت بتسيحها في الحله. بصوا انا بشيل الدهن عادي خالص، الدهون دي يا جماعه دهون عاديه خالص مفيش اي مشكله منها، بتشيليها وبعد كده بتكتفي الفرخه عشان الفرخه يبقى شكلها حلو كمان ما تاخدش مكان في الحله. كده تمام كتفناها وظبطناها.
حطيت دهنة الفرخة في حلة على نار تكون هادية عشان تسيح براحتها، وبعد كده لما تسيح تقلبيها الناحية التانية برضو عشان تسيح كلها، ونحط الفرخة بتاعتنا الحلوة المبقلظة دي عشان تتشوح. وطبعا انتي بتشوحيها على الناحيتين، يعني لما تشوحيها على الجنب ده تقلبيها الناحية التانية. ولو انت مش حابه تشوحي الفرخه في حته الدهنه بتاعتها تقدري تحطي معلقه صغيره من السمنه البلدي، بس انا شوحت الفرخه في قلب الدهنه بتاعتها. وبعد كده يا ولاد حطيت على ظهر الفرخه شويه ملح وشويه فلفل اسود وقلبتها الناحيه التانية. ما شاء الله عليها فرخه مبقلظه وزي العسل. وبعد كده يا ولاد حطيت طماطمتين مقطعاهم وكمان بصله كبيره مقطعاها وكمان شويه ملح وشويه فلفل اسود وكمان حبهان ورق لورا. بس هما الاول زمان ما كانوش بيحطوا حبهان ولا ورق غار اللي هو ورق اللورا، لكن لما بدأوا يعرفوه كانوا بيحطوه. بصراحة كان بيخلي الشوربة زي شوربة الفراخ البلدي، يعني بتبقى جميلة. وبعد كده حطيت مية عادية خالص من الحنفية وسيبيها تغلي غلوتين على نار عالية. وبعد كده بتشيل الريمة، يعني لو عملت ريمة انتي بتشيل الريمة وتهدي بقى النار تستوي على نار تكون يعني ايه متوسطة. وطبعا انتي بتقلبيها الناحية التانية عشان ايه الصدر بيكون محمل شوية، الفرخة بتحتاج سوا. تمام ما شاء الله عليها. بصوا بقى وانا واقفة طبعا يعني انا شامة ريحة اكل امي وشامة ريحة اكل ستي، والله العظيم يا جماعة كانت تحفة وشربتها جميلة. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ شايفين لمعة الشوربة؟ ولا حطينا سمنة ولا حطينا زيت ولا حطينا اي حاجة، يعني الفرخة ما شاء الله منزلة المرقة بتاعتها، والمرقة بتاعتها رايقة وجميلة وزي الفل. الله عليها. وبعد كده يا حلوين هطلعها وهي سخنة. كانت الله يرحمها بترش عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود كده وهي سخنة. بصوا بقى احنا كنا ساعات بناكلها كده والله من غير تحمير، كانت امي بتحطها لنا كده جنب الاكل كنا بناكلها كده. الله عليها. ويا سلام بقى لو اتحطت في التلاجة وهي مسلوقة كده، تاني يوم ناكلها وهي ساقعه بتبقى ايه تحفه. الصلاه على النبي عليها، الصلاه على النبي عليها. الفرخه ايه يعني ما شاء الله عليها كده ايه واخده قيمتها كده في الطبق. ان شاء الله هحمرها على الاكل على طول. تعالوا بقى اما نحضر خلطه المحشي. طبعا انا غسلت حوالي 6 كوبايات رز، وبعد كده ايه حطيت الخضره وحطيت كمان حوالي معلقه صغيره من الثوم وكمان قرن فلفل متقطع كده بحب احطه بيدي للمحشي برضو طعم جميل. وحطيت ملح وكمون وفلفل اسود وكمان كزبره. كانوا زمان كانت الله يرحمها كانت ساعات بتحط ايه شويه نعناع ناشف، وساعات ايه ما كانتش بتحط. انا عن نفسي بحط شويه قرفه كده صغيرين وبحط ايه لو في نعناع احط شويه، لكن انا عملته زي زمان ما كانوش بيحطوا اكتر من الفلفل الاسود والكمون والكزبره. وبعد كده ايه قلبت الاول الرز مع الحاجات الحلوه دي، الحركه دي بتخلي المحشي طعمه جميل. وبعد كده حطيت الصلصه ونقلب الخلطه الحلوه دي. طبعا انا هفصل الكاميرا واشمر وايه واعمل بايدي عشان الخلطه كلها ايه تتظبط كده. جبت الحله اللي انا كنت مسبكه فيها وحطيت بصله فيها، يعني قطعتها كده شرايح او حلقات عشان احشي البتنجان فيها او عليها. اهم حاجه وانتي بتحشي البتنجان ما تمليش البتنجان قوي عشان طبعا ايه الرز يستوي. مع ان انا ما ملش البتنجان ولا كمان يعني خلات رزايه واحده في الحله على البتنجان، الرز برضو طلع من البتنجان وملا الحله وانتوا دلوقتي هتشوفوا. انا مش عارفه ليه، مع اني والله العظيم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يعني انا مهويه البتنجان خالص، وكمان الرز انا مش مطرفاه قوي على الطرف، لان طبيعي لما البتنجان بيستوي او الرز بيستوي في البتنجان فالرز بيزيد وبيطلع بره. فانا كنت عامله حساب كده، مش عارفه اعمل ايه في البتنجان اللي بيعاندني ده. بس والله العظيم كان حته حله محشي ما شاء الله اتنسفت، يعني الله وكيل كان 10/10. انا عن نفسي كلت 7 بتنجانات، لان طبعا البتنجان في الرجيم حلو يا جماعه. يعني البتنجان حلو في الرجيم مفيش اي حرمان، لانك انت هتيجي تشوفي طبعا البتنجان حلو صحي، هتيجي تشوف الرز اللي في البتنجان مش الواحده مش مكمله معلقه، فانا خدت 7 8 ايه كلتهم. بعد كده انت بتحطي البتنجان البوز في البوز عشان ايه الرز ما يطلعش، وبرده طلع على فكره طلع يعني. وحشيت كمان قرنين فلفل كده رومي وكمان 3 قرون فلفل شطه، برده بيدي ايه نكهه كده جميل قوي للمحشي ما شاء الله. بعد كده حلوين سقيت المحشي بالشوربه بتاعت الفراخ. الله بقى الله. طبعا لو ما فيش شوربه انت تقدري تحطي مرقه دجاج في الطماطم وهي بتتسبك. يا سلام يا سلام يا سلام. بعد كده طبعا يا جماعه البتنجان يعني بياخد غلوتين على نار عالية، وبعد كده بتهدي بقى النار شوية بشوية عشان يستوي. والمية يا جماعة او الشوربة بتاعت البتنجان بتبقى تحت السطر الاولاني، يعني إيه ما تخليش الشوربة زايدة، لان طبعا اول ما بيغلي الشوربة بتقوم يعني طالعة على المحشي من فوق ما شاء الله. شايفين في الاخر بقى يا حلوين اول ما هطفى عليه بحط معلقه سمنه بلدي كده على الوش. الله 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 بيبقى تحفه و10/10 بألف هنا ليكم. طبعا الفرخه انا دهنتها سمنه بلدي ودخلتها تحت الشوايه في الفرن
عشان تحمر. ادي المحشي بتاعنا الجميل اللي يفتح النفس. تعالوا بقى اتغدوا معانا، والله احلى اكله جميله وكمان تفتح النفس. ادي اكل زمان وحلاوه زمان، اكني باكل اكل امي وستي، ربنا يرحمهم يا رب، علموني كل حاجه حلوه. شايفين الجمال؟ الله الله الله. حته فرخه يا ولاء الواحد ياكلها هم على طول. يعني لا اخترعنا فيها ولا عملنا اي حاجه. تحس وانت بتاكلي حته الفرخه كده، يعني فراخ بتاع الزمان الحلوه، ام طعم حلو، ام ريحه حلوه. الله الله. ولا المحشي، الله على المحشي وحلاوه المحشي وجمال المحشي. يا سلام يا ولاد، تعالوا بقى كلوا معانا. ندوق كده البتنجان الحلو ده، يا سلام. بتنجانة مزقلطة وجميلة، وقرن الفلفل ده الله عليه نفسه جميل. نقطع بقى حتة الفرخة، يا سلام على الفرخة الجميلة الدايبة اللي بتلمع، اللي عاملة زي حتة الزبدة. الله الله الله. تعالوا بقى اتغدوا معانا، اعملوها بالطريقة دي وانت هتاكلوا فراخ حقيقية، يعني فراخ من ايام زمان، لا افتكاسات ولا بهارات زيادة ضيعت طعم الاكل ولا اي حاجة. هو ده الاكل الحقيقي بتاع زمان اللي اتربينا عليه. وده كان اخر الفيديو، مرضتش اطول عليكم. مع السلامة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف مليون سلامة.